السلام عليكم. النهاردة مع رؤيا الميت يطلب طعاما في المنام، وهنقسمها لخمس أقسام. أولا، في حال رؤية الميت يلفظ بقوله أنه جائع في المنام، ده طبعا فيه إشارة على وجود دين كبير على الميت، ويطلب من الشخص سداده أو أن يخبر أهله بسداده حتى ينام هنيئا. ثانيا، لو أن الميت أعطاك طعاما في المنام أو ما شابه ذلك، ففي ذلك بشرى أنه سيأتيك من الله رزق وفير، ويدل ذلك على الخير والبركة. ثالثا، في حال رؤية الأكل مع الأقارب المتوفين، يدل ذلك على زوال الخصومة والصلح بينك وبين أرحامك، وإعادة المياه لمجاريها، كما يدل على انتهاء حالة الاصطدام. رابعا، رؤية الميت أصغر سنا ويعود لشبابه وهو سعيد، فهذا يدل على حسن مكانة المتوفى وصلاح عمله. خامسا، رؤية الميت مريض ويتألم ويشكو من تعب أو وجع، طبعا دي بتدل على أن الميت كان على معصية، ولكنها أنواع، هنشوف بعضا منها. فإن كان الميت جاءك في المنام يشكو من وجع في يده، فإن ذلك يدل على أنه لم يوفي إخوته حقهم. وإن كان الألم في وسطه وجوانبه، فإن ذلك يدل على أنه ظلم امرأة. وإن كان الألم في قدميه، فإن ذلك يدل على أنه كان قاطع رحم. إن شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله مع تفسير الأحلام لابن سيرين.